طيب النهارده اول حلقه هنعمل فيها تعديلات في الموتوسيكل هوندا ترانزال. اللي ما يعرفش الهوندا ترانزال هو الموتوسيكل اللي محتاج انك تقلبه العجل بتاعه لتيوبلس، والعجل بتاع اي موتوسيكل فيه سلك. الموتوسيكلات القديمه كان بيبقى جواه كمر او بالونه او لاستيك، ده بمصطلحات كتير. فانت محتاج انت تقلبه تيوبلس، وده في طرق كتير كلها مش علميه قوي، بس الفكره الاساسيه انك بتسد الاماكن اللي هي فيها نهايات الاسلاك دي من جوه الجنط عشان الهواء بيتسرب منها، فبتحاول تسدها بطرق مختلفه. في شركات اخترعت كاوتش بيتحط وبيتلزق، في ناس بتحط زي اللي انا اعمله النهارده سيليكون وكده. فهنبتدي النهارده نعمل العجله ونوريكم الامور ويا رب تنجح، ونوريكم جهازين كده 3 جبناهم النهارده. طيب ده الجنط اهو، عملناه تيوبلس، عباره ان احنا سدينا الفراغات اللي موجوده ما بين الاسلاك اللي هنا، وده عن طريق سيليكون بيتحط تحت في الفراغات هنا في المجرى الفاطسه، وبعد كده بنكمل عليه بلزق من ده. يمكن الجزء ده بينفع مع الجنط ده موتوسيكلين حوالي 6 سنين على نفس جنط الهوندا ترانزالب وبيظبط. معرفش بقى لو انت عندك جنط سلك شادو او غيره، ممكن يبقى فيه فروقات يا جماعه حسب الوزن وغيره، بس عموما هنا هو ناجح جدا بصراحه يعني. طيب ركبنا اختراع جامد جدا، هذا الجهاز التي بي ام اس. ما هو التي بي ام اس؟ بما ان احنا قلبنا العجله دي والعجله الاماميه تيوبلس، فده افتكاسه شويه، محتاج ان انت تخلي بالك من الضغط بتاع الاطارات. فهنا ركبنا جهاز بيقرا العجله الاماميه والعجله الخلفيه عن طريق حساسات بتتركب على البلف، او البلف اهو بركب الحساس هنا، وده طبعا بيتشحن كل فتره عن طريق الكابل ده، بيقعد 24 ساعه. طبعا انت بتقفله، تضغط هنا يتقفل، تفضل قافله كده وقت ما انت تحس ان في حاجه، او بدايه اي يوم تشيك على الكاوتش او غيره، تشغله كده يبتدي ان هو يشتغل. بيقول لك بقى حاجه حلوه، بيحاول يقول لك الحراره بتاعه الكاوتش، وفي تحذيرات عند اللور ليميت والابر ليميت. يعني تقول له لو مثلا تحت 25 يبتدي يعمل لي صفاره، فوق 45 يبتدي يعمل لي صفاره، عشان ما يكونش نازل ولا طالع. الاختراع ده يا جماعه جامد جدا ومهم جدا، وده واحده من الحاجات لازم نركبها على الموتوسيكل عشان نرجعه لحاجه عاليه شويه. اعذروني طبعا على البهدله اللي انا عاملها دي، انا فاكر الموتوسيكل كله علشان نصين كل مسمار موجود فيه. طيب خلصنا الحمد لله، مبروك، كاوتش جديد. ده الكاوتش القديم وده الكاوتش الجديد، هنا وهنا ما شاء الله يا جماعه. والله العظيم متعه وانت شغال في الموتوسيكل بتاعك، وده شيء اساسي لاي واحد معاه موتوسيكل ادفنشر بيحب يسافر بيه. لازم تكون عارف هتعمل ايه لو العجله نامت او احتاجت تصينه في مكان مجهول، وده بيطمنك وبيديك الجرأة انك تسافر مسافات ابعد. طبعا الفتره اللي فاتت انا كنت مقطوع عنكم فتره طويله قوي، وفي الفتره دي ناس كتير جدا بعتت لي بروتكت المفروض اعمل عليها ريفيوز وحاجات زي كده، يعني حاجات كتير قوي متاخره. بصوا هوريكم. بصوا يا جماعه، طبعا سيبكم من الكركبه هنا، بس هنا في ايثانول للموتوسيكلات. الكيسه دي مليانه برودكت. التوب بوكس ده اللي فيه واحد هنا اللي لسه ما اتكلمناش عنه، مش عارف في حاجات تانية تحت البوكس ده، في حاجات برضو. فكركبه هنا مليانه حاجات المفروض نعمل عليها ريفيو فيديوهات، فحمسونا بلايك كده حلو، ولو استفدتوا من الفيديو ده اكتبوا لنا كومنت تحت علشان نتحمس ان احنا نكمل لكم الكلام الباقي. طيب الحلقه الجايه بقى ان شاء الله هنعمل سبب فك العداد ده، وهو تغيير اللمبه ل LED، والسكرينه بتاعه الموتوسيكل الستوك هنكبرها عشان تحمي شويه من التراب. فدي ان شاء الله الحلقه الجايه نكون مظبطين امور الاضاءه. طبعا محتاج اركب فوجات، بس هستنى انجن جارد يجي، وانجن جارد راح حوار يعني، ربنا ييسر. قولوا لي ايه رايك في الموتوسيكل، اخليه اركبه ولا ابيعه اصلا؟ يلا السلام عليكم.